وبيبدأ فيلم النهاردة مع خبر في اسطنبول عن انفجار كبير بيحصل لمستشفى وبيتسبب في قتل 10 أمريكيين منهم جراح وبنته الطفلة الصغيرة، وبيكون في 79 مصاب، ومن المتوقع زيادة نسبة الضحايا الفترة الجاية بسبب خطورة الإصابات. والأخبار بتقول إن ده يبقى أكبر تفجير لمنشأة طبية يحصل من سنين كتير، ولسه لحد دلوقتي مفيش أي معلومات عن الجهة المسؤولة عن التفجير. وبعدها بنروح لآبي زوجة الجراح ريان اللي توفى في تفجير اسطنبول، وبتستمع لكل التسجيلات اللي سجلتها لمكالماتها هي وبنتها وهي منهارة من العياط. وبتقول آبي كلمتها في الجنازة، وبتتكلم عن قد إيه ريان كان مقدر ظروف شغلها وتنقلها من دولة لدولة، وعمره ما اعترض على ده، بل كان بيشجعها لأنه عارف إنها بتساعد بلادها. وبعدها بيتكلم مدير آبي في الشغل معاها، وبيقول لها إنه بيتعرض لضغط كبير جدا من الرؤساء بتوعه بسبب إنها موجودة في الولايات المتحدة، لأنها المفروض تكون دلوقتي في مكانها. ولما بتطلب منه آبي إنها تفضل موجودة هنا يمكن تقدر تعرف أي حاجة عن اللي كان السبب في موت زوجها وبنتها، بيقول لها إن بعد 72 ساعة هتكون في طريقها لسيتا ديل. وبنعرف إن آبي تبقى محللة ومبرمجة وكالة الاستخبارات المركزية، وفعلا بتروح لمقر سري في صحراء الأردن واللي معروف بسيتا ديل، وبيكون الغرض منه تبادل المعلومات الاستخباراتية بين 5 دول، واللي هم الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة واستراليا. وبنشوف القاعدة من جوه بتكون مهيئة بشكل كامل لاستقبال أخطر المجرمين من كل الدول وعلى درجة عالية جدا من الأمان. وبعد 10 شهور بنشوف آبي وهي هناك في القاعدة، وبتسمع تسجيلاتها مع شخص بيتكلموا فيها عن إرهابي اسمه فرحان، وبيسألها إذا كانت مصدقاه في اللي بيقوله، وبيكون واضح من كلام آبي إنها مصدقاه، لأنها بتقول له إنها لقت أدلة بتثبت صحة كلامه. لكن فرحان بيكون مش عايز يديلهم الحقيقة كاملة، وكل اللي بيقوله شوية معلومات بسيطة جدا بالنسبة للي يعرفه. وبتسمع تسجيلاتها مع فرحان واللي بينفع عن نفسه خالص تهمة تفجير مستشفى اسطنبول وغيرها من التهم، وبيقولها انه مجرد رجل اعمال. وبتسأله عن شخص اسمه هاتشيت وكان بيعمل ايه في موقع الجريمة يومها، فبيقولها فرحان انه ما يعرفوش ومش عايز يعرفه. ولما بتحلل ابي الموقف بتلاقي ان من الواضح ان التفجير بيتعارض مع احتمالية وجود قنبلة، وبيميل اكتر لهجوم صاروخي. وبتفضل ابي طول العشر شهور اللي قضتهم في سيتاديل بتحاول تعرف اي حاجة عن منفذ العملية دي، واول مرة يكون في قدامها مشتبه بيه واللي هو هاتشيد، لانه بيكون راجل خطير جدا وارهابي معروف في العالم كله. وبتفضل ابي تحاول مع فرحان علشان تاخد منه اي معلومات عنه، وبتوري له مجموعة من الصور وبتسأله اذا كان واحد منه. بيضحك فرحان وبيقول لها ان كل اللي متأكد منه انها مش عايزة تعرف شكله ولا تشوفه، لانه راجل مجنون مش بيدخل مكان الا وبيقتل كل الموجودين فيه. فبتخرج ابي من عنده وبتقول ان من الواضح ان هدفهم الجاي هو القبض على هاتشيد والتحقيق معاه. وفي يوم واثناء ما هي في اوضتها بتدخل عليها زميلتها مية اللي بتقول لها ان في امر طارئ في غرفة الاستراحة ورشيد رئيس العمليات عايزها دلوقتي حالا. فبتخرج ابي ومعاها مية وبيروحوا على غرفة الاستراحة، لكنها بتتفاجئ برشيد وكل الضباط الموجودين بيحتفلوا بعيد ميلادها، فبتشكرهم ابي. واثناء الاحتفال بتسأل رشيد اذا كان هو اللي وراء قرار نقلها لندن، لكن رشيد بيأكد لها ان ملوش اي علاقة بحاجة زي دي وانها اوامر بتجيله ولازم ينفذها. وبعدها بنروح لأنقرة وبنشوف القوات الخاصة وهي بتقتحم شركة هناك، وبتكون في ناس مقتولة في كل مكان لحد ما بيدخلوا أوضة وبيلاقوا إن في شخص مديهم ظهره، فبيطلبوا منه إن يلف بهدوء ويرمي السكينة اللي معاه. وبسرعة بيقبضوا عليه وبيدوا إخبارية للقاعدة إن تم القبض على الإرهابي الخطير هاتشيت. القاعدة كلها بتتفاجئ بالقبض عليه وبالسرعة دي، وأول حاجة بيعملوها إنهم بيبلغوا آبي في أوضتها إن هاتشيت اتقبض عليه، وبيفضلوا كلهم قاعدين مستنيين بفارغ الصبر وصول القوات بهاتشيت. وبعد الوقت المحدد بتوصل القوات وبيعرفوا نفسهم على رشيد وآبي، وبيكون القائد اسمه ديفيد ومعاه المترجمة والعميلة تيسا اللي بتكون هي وآبي عارفين بعض عن طريق معسكر التدريب. وبياخد ديفيد رشيد بعيد عن آبي وتيسا، وبيكون واضح ان بيكلموا في موضوع مهم، ورشيد بيكون رافضه، لكن ديفيد بيقول له ان دي اوامر عليه ولازم ينفذها، وبيسيبه وبيمشي. فعلى طول بتروح آبي رشيد وبتسأله عن اللي كان بيكلموا فيه، فبيقول لها ان هيحقق معاه تشيد لمدة 40 دقيقة بدون تسجيلات او كاميرات. فبتتعصب آبي وبتقول له ان اكيد ما قبلش بحاجة زي دي، فبيقول لها رشيد ان دي اوامر جاية من القيادات للاسف ما يقدرش يتدخل فيها. فبتمشي آبي وهي متضايقة جدا لان هي اللي كانت عايزة تحقق مع هاتشيد اصلا، او حتى على الاقل تسمع الكلام اللي هيقوله. وبتاخد القوات هاتشيد وبتدخل بيه على اوضه تحقيقات، وهناك بيربطوه باحكام بالسلاسل، وبيكونوا متاكدين انه متسيطر عليه 100%. وبيكون معاهم في الاوضه تيسا علشان ترجم كلام الضباط لهاتشيد والعكس، لان محدش يعرف لغته اذا كانت روسي ولا فارسي ولا حتى عربي. وبيبدا ديفيد تحقيقه معاه وبيساله اذا كان هو الارهابي هاتشيد، لكنه مش بيتكلم تماما. واثناء التحقيق ضباط القاعده بيتكلموا مع بعض عن هاتشيد وبيقولوا اللي سمعوه عنه،
عنه، وان معروف عنه طريقة قتله البشعة لضحاياه لانه بيسلخ وشهم علشان محدش يقدر يتعرف عليهم، بس بيرجعوا يقولوا ان اكيد كل دي مجرد خرافات عنه مش اكتر. وفجأة واثناء التحقيق مع هاتشيد بتسمع ابي صوت ضرب نار، فبتجري على رشيد وبتقوله ان اكيد في حاجة بتحصل جوه. فبيبلغ رشيد القوات انها تستعد لاقتحام غرفة التحقيقات فورا، وبيستعدوا كلهم وبيدخلوا. وهنا بيتصدموا بمذبحة وديفيد بيكون متصاب اصابة خطيرة جدا، وباقي الضباط مقتولين ما عدا ضابط واحد ملثم لسه عايش بيشيل مع رشيد القائد ديفيد علشان يودوه العيادة. ولما بيوصلوا العيادة بنتفاجئ ان الضابط ده يبقى هو هاتشيد، ولان محدش يعرف شكله اصلا فمحدش بيشك فيه، وبيمسك سكينة وبيقتل كل اللي في الأوضة حتى رشيد بطريقة بشعة، وبيخرج علشان يكمل باقي مهمته. وفي أوضة التحقيقات بتحس ابي ان في حاجة غلط، فبتطلب من الضابط يوري ان يجي معاها علشان يأمنوا الدور الأول دلوقتي حالا. ولما بتطلع العيادة بتتصدم برشيد مقتول هو والدكتور وديفيد، وهنا بتعرف ان اكيد هاتشيد لسه عايش، فبتتوتر جدا وبيحاول يوري ان يهديها وبيقولها ان هي المسؤولة دلوقتي بعد ما رشيد مات ولازم تقرر هيعملوا ايه. فبتقرر ابي انهم يروحوا على مركز التحكم، وهناك بيلاقوا مية هي كمان مقتولة لان هاتشيد شبح بيظهر للشخص بيقتله من غير حتى ما يحس بيه. فبيحاولوا انهم يفعلوا بروتوكول تأمين المكان وبيقفلوا كل ابواب سيتاديل، وبنشوف هاتشيد وهو مكمل مهمته وبيطلع كل دور وبطريقة محترفة جدا بيقدر ان يقتل الضباط، وعن طريق استخدام سكينة وبيفتح كل ابواب المساجين وبيحررهم. وهنا بيقول يوري لابي ان في حد فتح للمساجين، فبتدخل ضباط القاعدة منهم الضابط ميلر المعروف عنه طريقته العنيفة، وبيحاولوا انهم يحتووا المشكلة، لكن المساجين بتكون متمردة وعايزين يخرجوا، فبيضطروا انهم يستخدموا معاهم العنف علشان يرجعوهم الزنازين، لدرجة ان الضابط ميلر بيضطر يقتل واحد فيهم. ولما تحاول ابي انها تكلم المقر الرئيسي بتلاقي ان كل الخطوط مش شغالة ومفيش اي وسيلة انهم يكلموا حد علشان يبعت لهم دعم. وفجأة بيظهر لهم على الشاشة ان بسبب حالة الطوارئ اللي هم فيها بدأ العد التنازلي. فبيستغرب يوري وبيسأل ابي العد التنازلي لايه، فبتقول له ابي وهي خايفة جدا ان ده العد التنازلي بيكون لارسال طيارة من غير طيار علشان ينسف المكان كله، وان ده هو نظام تأمين سيتاديل وبيكون فاضل ساعة واحدة بس على التفجير. فبتنزل ابي وبتشوف الفوضى اللي حصلت، وبتعرف ان كده هاتشيد كان قاصد ان يجي هنا من الاول علشان فرحان الراجل بتاعه. فبتروح له بتحاول تعرف منه هو عايز منه ايه، فبيقول لها فرحان انه كده كده شخص ميت ومش هيقول لها على اي حاجة. فبتخرج ابي ومعاها ميلر وتيسا من عند فرحان، وبتؤمر بمراقبة بشكل مستمر للمكان كله لان هاتشيد مش هيقدر يخرج من هنا. وبيكون يوري قاعد في غرفة التحكم بيراقب الكاميرات، وبتروح ابي وتيسا لغرفة الخادم واللي بتعتبر اهم غرفة في سيتاديل كلها لانها بتكون المكان اللي فيه كل البيانات والمعلومات المهمة عن كل المجرمين اللي قبضوا عليهم. ومن خلال مراجعة يوري للكاميرات بيشوف تصوير قديم خلال اليوم لتيسا وهي داخلة الأوضة عالمية، وفي نفس الوقت في غرفة الخادم بتكون ابي بتبحث عن معلومات الشخص اللي حاول اختراق القاعدة قبل كده، وبيكتشفوا في نفس الوقت ان تيسا تبقى خاينة، لكن للأسف بيكون الوقت متأخر ورفع تيسا مسدسها وبتهدد ابي، لكن ابي بتقدر تتعامل معاها وبتصيبها إصابة قوية وبيغمى عليها. فبتجرها ابي قدام ميلر اللي بيكون مستغرب اللي حصل بينهم وبيشك في ابي، وبتدخل ابي تيسا غرفة من الغرف وبتحط لها الكلبشات في ايديها وبتقفل عليها. وميلر بيكون رافض مواجهة هاتشيد بشكل مباشر، وبيقول لابي انه ما جاش هنا علشان مهمة انتحارية زي دي، وان كل المفروض انهم يعملوه انهم يستجوبوا تيسا ويعرفوا منها اللي كانت مخططة ليه علشان تهرب من هنا والجهة اللي شغالة معاها، وبعدها يعملوا مع هاتشيد اتفاق انهم يسلموه فرحان اللي الواضح انه داخل علشانه، بشرط ان يسيبهم ويخرج من غير ما حد يتأذي. فبترفض ابي كلام ميلر تماما، وبتقول له ان هاتشيد يخصها ومش هتسيبه مهما حصل، وبتقول له ان هي اللي تولت القيادة بعد موت رشيد واللي بتقوله لازم يتنفذ. وبتسيب ميلر ومعاه بريدجز علشان يأمنوا المكان ويخلوا بالهم من تيسا. وبتروح ابي ومعاها ويسلي علشان يدوروا على هاتشيد اللي موجود عندهم في القاعدة ومش قادرين انهم حتى يلاقوه. واحد بس بيقدر ان يقتل لحد دلوقتي اكتر من 5 ضباط. واثناء ما هم بيدوروا بيلاقي جريسيا اللي معاهم في القاعدة بيقول لهم ان طول الفترة دي بيدور على هاتشيد وبرضه ما لقاهوش. فبيتحركوا هم الثلاثة في مهمتهم للبحث عن هاتشيد، واثناء ما هم ماشيين في باب بينفجر وبيوقعهم كلهم، فبيقوموا وبيدخلوا الأوضة وبيفضلوا يدوروا عليه لحد ما فجأة بيلاقوه ماسك جريسيا وبيهددهم بيه، وعلى طول من غير تفكير بيقتل وبيتسلى وبيهرب من ابي وهو ماسك جريسيا كرهينة. وفي نفس الوقت ميلر مش بيكون عاجبه قرارات ابي وبيقول لبريدجز انه مش هيموت هنا، وبيطلب منه يبقى في صفه ويساعده في الخروج من هنا. وفعلا بيفتح الباب على تيسا وبياخد منها كل المعلومات، وبيعرف منها انها هتشد داخل هنا فعلا علشان فرحان. ولما بتروح قابل ميلر بتلاقيه قتل تيسا وبيقول لها انه مش هينفذ اوامرها من دلوقتي، وبيخلي بريدجز ياخد السلاح منها وبيقول لها ان اللي هيعمله ده هو الصح. وبيدخلها ميلر الاوضه اللي مع تيسا وبيحط في ايديها الكلبشات علشان يمنعها من الحركه، وبياخد معاه فرحان وبيروحوا يعمل الاتفاق مع
مع هاتشيد، وبيفضل يندع عليه وبيطلب منه يخرج دلوقتي ياخد اللي جه علشانه من غير ضحايا تانية. وفجأة بيظهر هاتشيد وبيقتل بريدكس وبيشتبك هو وميلر، وهما الاتنين بيفضلوا يضربوا بعض، لكن هاتشيد برضه بيقدر بخبرته انه يتغلب على ميلر وبيقتله. وبيروح لفرحان اللي بيكون مرعوب منه وبيسأله قال لهم ايه عنه، فبيقول له فرحان يطمن لانه ما قالش اي حاجة. فبيبص له هاتشيد وبيقول له انه راجل مخلص فعلا، وهو بيطعنه بالسكينة وبيقتله. وبعد محاولات طويلة من يوري انه يشغل كاميرات المكان اللي من سبب الانفجار وقفت، اخيرا بينجح وبيشوف ابي في الاوضة مع تيسا، فبيروح لها بسرعة وبيفكها وبيقول لها انه نجح في عمل جهاز اتصال يقدر يخليها تتصل بوكالة الاستخبارات علشان تطلب منهم يوقفوا الهجوم اللي ما تبقاش قدامه غير ربع ساعة. وبيشوفوا اللي عمله هاتشيد مع فرحان وميلر، ومش بيكون قدامهم حل غير انهم يموتوه والا هو اللي هيقتلهم. واول حاجة بتعملها ابي انها بتخرج بره القاعدة وبتحاول انها تتصل بمقر الاستخبارات الرئيسي علشان تطلب منه يوقف هجوم الطيارة، لكن الغريب ان المقر بيرفض الغاء الضربة. وفي نفس الوقت يوري بيلاقي هاتشيد وبيشتبكوا هما الاتنين مع بعض، وبيسيب يوري هاتشيد اصابة قوية، لكن هاتشيد للاسف بيتمكن منه وبيقتله. وبيكون خلاص هاتشيد على وشك انه يهرب من القاعدة، فبتوقفوا ابي وبتضربه طلقة في رجله علشان تتاكد انه مش هيهرب، وبتقوله انها فهمت كل حاجة. وبنعرف ان اللي حصل في مستشفى اسطنبول زي اللي حصل هنا بالظبط، وان وكالة الاستخبارات المركزية هي السبب في كل اللي بيحصل، لانها هي اللي بتكون مجندة هاتشيد علشان يقوم بالعمليات دي كلها، وان الانفجار اللي هناك ما كانش قنبلة، ده كان هجوم طيارة بدون طيار. فبتقول ابي انها مش عارفة ايه السبب وليه الوكالة بتعمل كده في الابرياء، لكن كل اللي تعرفه انها لما توصل ليهم بالمعلومات اللي معاها مش هيقدروا انهم ينكروها، وهتاخد حق زوجها وبنتها. وبيجي وقت الضربة فبتطلع ابي من القاعدة باقصى سرعة، والانفجار بياخد معاها هاتشيد وبيموت، وبتركب ابي عربية الانقاذ اللي جاية تاخد المصابين، وبيكون واضح على وشها ملامح الغضب والانتقام من كل اللي اشتركوا في المؤامرة دي. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.